وإذا جئنا إلى حقوق الإخوة في الله والأصدقاء والإخوان، سامح أخاك إذا خلط منه الإساءة والغلط، وتوقع عن تعنيفه إن زاغ يوما أو سقط. من ذا الذي ما ساء قط، ومن له الحسنى فقط. فلا صديق إلا بعيب. بعض الناس لا يتحمل أبدا ولا يريد أن يتحمل أي شيء من إخوانه. وكنت إذا الصديق أراد غيظي وأشرقني على حنق بريقي، غفرت ذنوبه وصفحت عنه مخافة أن أعيش بلا صديقي. وتبادل الرسائل النافعة التي تذكر بالله. الأخوة أصلا حق لأي شيء لأجل العلاقة التي نشأت بسبب المحبة في الله. وقضية حق المسلم على المسلم بيّنت حقوق الإخوة، وأحاديث أخرى بيّنت أيضا مثل عدم هجر الأخ لأخيه أكثر من 3 ليال. وبلغ من رعاية السلف لحقوق إخوانهم في الله أن الواحد كان منهم يفرح إذا طلب منه صاحبه ويعطي أكثر مما طلب ويتعاهد قبل أن يطلب. ولذلك لما أتى رجل أخا له فدق الباب فخرج قال: لماذا جئتني؟ قال: لي 400 درهم ركبتني. فدخل ووزن له 400 درهم ودفعها إليه ودخل داره يبكي. فقالت له امرأته: لماذا؟ أنت الآن أعطيته. قال: إنما أبكي لأني لم أتفقد حاله حتى أحتاج إلى مفاتحتي. وقال عبد الله بن عثمان: ما سألني أحد حاجة إلا قمت بها بنفسي، فإن تم وإلا قمت بها بمالي، فإن تم وإلا استعنت له بالإخوان، فإن تم وإلا استعنت له بالسلطان. شفاعة حسنة. وهذا يأخذ بركابه ويدعو إلى الباب، وهذا يشق لهم عكة السمن أو العسل لما على الأقل ما بقي، يلعقونه، ويخلف أخاه بعد موته بكذا سنة. فستر عيوب الأصحاب وعدم نشرها، والرفق والمودة والعيادة والسلام وإجابة الدعوة والتشميت، اتباع الجنازة، نشر المحاسن، ترك الغيبة، هذا كله يوجد القيام برعاية الحقوق هذه صفا إسلاميا. إني لأضع اللقمة في فم أخ من إخواني فأجد طعمها في حلقي. الذب عنه في غيبته من حقوق أم لا؟ نصرته إذا صار مظلوما من الحقوق أم لا؟ أين مثل الأخ الصالح؟ إن أهل الرجل إذا مات يقسمون ميراثه ويتمتعون بما خلف، والأخ الصالح يحزن عليه ويدعو له في ظلمة الليل ويستغفر له وهو تحت أطباق الثرى. والتماس المعاذير والاختلاف في الرأي لا يفسد الود قضية. وأحمد قال عن إسحاق: كان يخالفنا في أشياء ولكن لم يزل الناس يعني العلماء يخالف بعضهم بعضا. وأثنى عليه قال: لم يعبر الجسر مثل إسحاق رحمهم الله.